شهدت مباراة جمعت بين اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي أحداثا مؤسفة خرجت عن الإطار الرياضي بعدما اقتحمت جماهير الفريق الجزائري أرضية الملعب في لحظة توتر كبيرة لتتحول الأجواء من منافسة كروية إلى مشهد من الفوضى والاستفزاز. فمع صافرة نهاية اللقاء لم يتمالك بعض أنصار اتحاد العاصمة أعصابهم ونزلوا إلى أرضية الميدان بشكل مفاجئ رافعين شعارات ولفتات اعتبرها جمهور أولمبيك آسفي استفزازية. هذا السلوك أشعل غضب الجماهير المغربية التي كانت تتابع المباراة بحماس لتتصاعد حدة التوتر في المدرجات ومحيط الملعب. المشهد لم يكن مجرد احتفال عفوي بل تجاوزه إلى تصرفات غير رياضية حيث تم توجيه إشارات وكلمات مستفزة ما زاد من تعقيد الوضع وأجبر الجهات الأمنية على التدخل. ورغم السيطرة النسبية على الوضع إلا أن مثل هذه الأحداث تطرح تساؤلات جدية حول ثقافة التشجيع وحدودها في الملاعب العربية. كرة القدم التي يفترض أن تكون وسيلة للتقارب بين الشعوب تحولت في هذه اللحظة إلى ساحة للتوتر والانقسام، وهو ما يضر بصورة الأندية وتاريخها. أولمبيك آسف يمثل مدينة مغربية عريقة تعشق كرة القدم، وكان من المنتظر أن تكون المواجهة فرصة لخلق أجواء رياضية إيجابية بين الجماهير، وتبقى المسؤولية مشتركة بين الجماهير والجهات المنظمة من أجل الحد من مثل هذه التصرفات وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل. فالملاعب يجب أن تبقى فضاء للمتعة والتشجيع الحضاري لا مسرحا للاستفزاز والتوتر.